أكتر حاجة بتكسر قلب الطفل مش الطلاق، أكتر حاجة بتكسره لما يبقى بينكم حرب وهو مطلوب يختار جبهة. لو عندك خناقات مع جوزك أو طليقك اسمعيني كويس. الطفل مش طرف في النزاع، الطفل ضحية صامتة للنزاع ده. في علم النفس في حاجة اسمها loyalty conflict، يعني الطفل يتحط في موقف لازم يحب حد فيكم على حساب التاني. كل مرة تقوليله شفت أبوك عمل فينا إيه؟ أو ما تعمليش زي أمك دي بوظت حياتي، انتي كده بتضيعي هويته من جوه. هو شايف نصه منك ونصه من الطرف التاني. لما تغلطي في أبوه طول الوقت هو بيسأل نفسه طب وأنا وحش زيه؟ ولما الراجل يشوه صورة أمه الطفل بيشيل جوه دماغه إن الحب يساوي إهانة. مثال بسيط، بدل ما تقولي لها ما تروحيش عند أبوكي هو مش بيحبك، قولي روحي اتبسطي معاه وأنا مستنياكي ترجعي لنا بالسلامة. انتي كده بتبعتي لها رسالة أمان مش حرب. ووقت الخلاف قدام العيال اتفقوا على أقل باوندري، مفيش شتايم، مفيش فتح ملفات قديمة قدامهم، مفيش تهديدات من نوع هسيب البيت ومحدش يعرف لي طريق. اسألي نفسك في كل موقف، أنا بدافع عن حقي كزوجة ولا بضرب استقرار ولادي بالنار؟ العيال مش محتاجين أهل ما بيتخانقوش، محتاجين أهل يعرفوا يتخانقوا من غير ما يحولوهم لدرع بشري. لو بتحبي ولادك بجد خرجيهم بره ساحة المعركة.